احنا الآن مع إحدى فرق مكافحة المخدرات متجهين لعملية ضبط مروج تمت متابعته لعدة أيام. جهزنا جميع السيارات المشاركة بكاميرات خاصة، كما زرعنا عدة مصورين في أماكن مختلفة ومن مسافات بعيدة. نتمنى أن تتم هذه العملية بنجاح، كما نتمنى السلامة للجميع. الحين ليش احنا ما كملنا بسيارتي؟ ليش انتقلنا للشاص هنا؟ طبعا السيارة هذه مجهزة ضد الرصاص. جميل. بنفس الوقت سهل الاستعمال. مباغت فيها طبعا المروجين، ايضا تحمينا بعد الله باذن الله طبعا. وش اللي حاصل بالضبط الان؟ كيف عمليه المراقبه الان؟ كيف قاعدين مجهزين الشباب اللي موجودين الان في الساحه؟ مين اللي معانا ومين انا ماني عارف صراحه، الوضع بدا يتلخبط قدامي. طبعا في عندنا شخص معروف، عندنا عليه معلومات، يقوم بترويج المخدرات. بعد شوي بتشوفها حية طبعا أمامك. بيدخل واحد من الشباب الآن بيشتري منه كمية من المخدرات، على موجبها نثبت ونيقن أن هذا الرجل مروج. بإذن الله نداهم إن شاء الله. وين فرقتك؟ وين المجموعة؟ طبعا موزعين. في عندك الآن لو تشوف السوداني والباكستاني، هذا من ضمن الفريق اللي قاعدين يتمشون بالشارع. نعم صحيح. جميل. رجال أمن متخفين في الملابس هذه. أيضا اللي يغسل السيارة إذا تلاحظ على اليسار. حلو. أيضا هذا السيارة المقابل نعم صحيح المطلوب. نعم، ويغسل السيارة على أنه عامل. كنا جالسين في المجلس أنا وأحد الأصدقاء، وكلمني على أن في شخص يبي يتعرف علي، وبعدين طلعت أنا ونفس الشخص اللي كلمني في الموضوع، طلعنا للشخص اللي يبي يتعرف علي، قابلناه وأعطاني بعض الغرات، عرض علي أمور يعني مغرية، من سيارة إلى مبالغ مالية ضخمة مقابل عرض علي أول شيء في البداية ما وضح لي إن سيارة أوصلها إلى شخص ما، المقابل شيء مغري، والشيطان حريص بعد. من المغريات أعطاني جيب لكزس في البداية، أول مشوار أول توصيلة وصلتها، أعطاني جيب لكزس موديل السنة نفسها. طبعا هذا الكلام قبل يمكن 5 سنوات أو 3 سنوات بالضبط. ومن هناك بدينا المشوار. بعد التحقيق المبدئي مع المروج أدلى بمعلومات عن شخص آخر من الجنسية السورية. احنا الآن مع رجال المكافحة متجهين بإذن الله تعالى للقبض عليه.